ليه دماغك بتعمل كده؟ على حسب كلام عالم النفس لروس اللي سمى المصطلح ده سنه 1977، قال لك دماغك بتعمل الحاجات دي ثلاث اسباب معينه. واحد منهم الظروف، وان دماغك بتحب تسمع نفسها الكلام، وان دايما بتحسسك باحساس بالسيطره. طب ليه؟ هنمسك اول حاجه سبب الظروف. ليه بتعمل كده؟ عشان الظروف. بمعنى ايه؟ ان انت بتشوف حاجه قدامك من غير ما تديها اي ظرف تاني. يعني مثلا على سبيل المثال، انت واحد رايح الامتحان بتاعك، جميل، الامتحان بتاعك انت متاخر عليه اوريدي، انت اوريدي متاخر عليه، فطبيعي انك بسرعه تجري عشان تلحق مواصله وتلحق تجري الامتحان بتاعك. انت عديت طابور علشان تلحق تخش تركب عربيه وتروح الامتحان بتاعك. الناس هنا حكمت عليك ان انت شخص قليل الذوق. طب ليه؟ ما ده امتحان. هنا الظروف بتاكد لك ان انت مش بتشوف الحاجه كامله. يعني الظروف مش هتبلنا، الظروف بتكون للشخص ذات نفسه من جوه، من غير ما حد من الناس تعرف ان انت عندك ظروف، فبتبدا تحكم عليك على شخصيتك عن طريق الموقف ده. محطش 1% او 1% ان انت متاخر على الامتحان بتاعك. انا بحب السهوله. انت وصاحبك رحتوا لكم محاضره الساعه 11:30، الدكتور قال ان المحاضره اتاخر حوالي نص ساعه، فانت عديت 10 دقائق. فانت قلت سواك ايه يا عم، مش لسه ناقص 6 ساعه، طب ما تيجي نروح ناكل لنا في شويه فول كامل عند عم حافظ مثلا. فانت صاحبك قال لك طب تعالى. المهم اثناء انت بتاكل تلت ساعه عدوا، فانت رحت المحاضره متاخر. رحت متاخر كام دقيقه؟ رحت متاخر حوالي ربع ساعه. هو انك مثلا عايز تهرب من المحاضره، عارفك. جميل. هنا الدكتور حكم عليك ان انت شخص مش محترم في مواعيدك، فطبيعي ان هو كده يقول لك ايه، نخش المحاضره. رحت من الفتوحين بعد عند محافظ ده كمل الفرق بتاعكم مشيت كده. وان دماغك عشان تحسسك بالسيطره. بمعنى ايه الكلام ده؟ ان انت لو دماغك ما عملتش كده دايما هتكون ضحيه لاي لحظه واي موقف في الشارع. محدش هيديك ظروف، هي دي الفكره.